السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل وصباح الهنا على عيونكم. النهاردة فيديو جديد معاكم وروتين جديد. وقبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما ننساش اللايك والاشتراك. النهاردة دي تكملة الفيديو اللي فات، لو محدش شافه يروح يشوفه. احنا كنا جايبين فيه مصارين وكوارع، والنهاردة بقى هننضفها سوا. دي مصارين بلدي زي ما قلت لكم، كان الكيلو فيها ب180 تقريبا على ما افتكر يعني، او 150 حاجة زي كده. ان يوم عشان كنت شارية حاجات كتير صراحة والسعر راح من بالي. هنا بقى بقلبها اهوت. انا ملناش في الاختراعات الجديدة، لا لا خلاط ولا مصفى ولا الكلام ده. انا مش صراحة يعني عشان مبقاش كذابة معاك، وانا مش هروح اجيب 2 كيلو مصارين ب300 وحاجة، او داخلين في 400 جنيه، وفي الاخر اعيش التجربة. انا اجرب وزي ما قلت لكم قبل كده بحب اجرب. بس في حاجات وحاجات. الحاجة اللي انا مقتنعة بيها وحاسة ان هي كده احب اجرب. انا شو صراحة بحب الطريقة ديت، وما خدتش معايا ربع ساعة ولا نص ساعة صراحة. الكمية اللي قدامكم دي كلها بنفس الشكل اللي انا بعمله ده اهو. مخدتش 10 دقايق. هي كل ما المصارين اصلا تبقى صابحة وحلوة بتتنضف معانا بسرعة. اهي بقت بيضة في ثانية، كملتش ثواني وانا بتكلم معاك اهوت. ما خدتش يعني دقيقة اهوت وانا بتكلم معاكم كانت واحدة نضف. دي هنا بوريكم اهو المية اللي نزلت منها. اهي دي بتبقى مية مش نضيفة. هنا بقى اقصهم. اقسم بقى على المقاس اللي انا عايزاه واللي انا عايزه اكله يعني. عايزه تصغريه صغريه، عايزه تكبريها عن كده كبريها. بس انا بحبها في الطول دي كده. هقصها كليه وهوريكم كام واحده، وهفصل الفيديو واخدها بقى واقعد في الارض في المطبخ واعملها بقى براحتي كده. هنا بشوف بيبقى في كام واحده كده بيبقى لها جلده، مصارين لها جلده. لو لها جلدة شيليها، ان الجلدة دي يعني ما بتبقاش حلوة. زي شفت الجلدة بتاعت الكبدة كده، دي بتبقى زيها تقريبا يعني، في الشبه لها كده. بس دي ما لقيتش فيها اهوت. قلبتها على وشها، يعني خليت الدهن لجوه ونضفتها كده. اشوف المصاري كمان ما خدتش وقت خالص. اه حتة بحتة كده، ولا نضفها احطها في الطبق النضيف ده. اقلبها. حتى ما اجي احشى والدهن دوت لجوا كده. الموضوع مش صعب يا جماعة، مش محتاج افلامانات ولا افتكاسات الجديدة ديت. خدتش 10 دقايق. وزي ما قلت لكم يعني التجربة حلوة، بس حاجات وحاجات يعني، حاجات نجرب فيها ومن فترة دي متاه على رأي اللي بيقول. كل سنة وانتم طيبين، ونعاد عليكم العيد بخير يا رب، وعيد مبارك على الجميع، ويبقى عيد سعيد على الناس كلها يا رب، ويفرح الجميع. هنا بقى احاول اقلب فيها. معلش بقى لو في صوت حد هيظهر في الفيديو، ان قاعدة على الشارع، وهيبقى في صوت وكده. المية دي كلها اللي هي واقعة، اللي هي على اللي هي البني ديت، دي هي دي الوحش. المصارين كل ما تبقى طازة كل ما تبقى سريعة معاك في التنظيف. دي المية هيت، دي المية هيت اللي طلعت. بوريها لكم. انا فصلت الفيديو ورحت نضفتهم كلهم، والمية ديت اللي طلعت منه. هنا بقى اجيب شوية ملح كده، ما تبخليش. شوية ملح كده عشان يضيعوا الزفارة، و... وخل وليمون. وادعك جامد جامد الملح دو. صراحة انا يعني بعملها مرتين. دعكتها بالملح دو كله اهوت، وبسيبها شوية. هسيبها شوية بقى كده، واروح الكوارع انقعها برضو بشوية ملح ودقيق وخل وليمون. اما اعمل الحبة دول تكون المصارين اما انقع الكوارع تكون المصارين شوية شربت من الملح اللي انا دعكته فيها دي. اروح اشطفها برضو من الملح،
واروح حاطه بقى ملح ودقيق وليمون وخل على المصارين تاني اهو. الكوارع كانت صابحه وبسم الله ما شاء الله، وزي ما قلت لكم الفيديو اللي فات تجيب الكوارع اللي هي بتبقى قدام، اللي هي يعني رجل الجاموسه من قدام، هي بيبقى معاهم رفيعين مصارين، كوارع رفيعه كده. دي بتبقى مثلا طواجن الباميه للكلام دوت، بتبقى حلوه برضو بس بتبقى رفيعه خالص عندي. اما اللي بتبقى قدام دي بتبقى كبير. هنا اهو بقول لكم رحت شطفت المصارين اهو، بوريكم انه ما فيهاش اي حاجه خالص اهو. ودي الضهر بتاعها ابيض فل اهو، بسم الله ما شاء الله ما فيهاش اي حاجه. هقلبها بقى كده ما فيهوش اي حاجه. رحت غسلت غسلتها من الملح، حطيت لها ميه بيضه، عصر عليها ليمون بقى اهوت وملح ودقيق وخل، واسيبهم شويه. بعد كده عبهم في كيس لحد بقى ما يجي العيد زي ما قلت لكم، ونشوف هناكل ايه ونطلعهم ونروح عاملين اهو. هسيبهم بس كده ايه في الحر دوت بتاع نص ساعه ساعه، ما تكتريش عليهم عشان ما يبوظوش ويجرى لهم حاجه. ودي كان الفيديو بتاعنا، فيديو سهل وبسيط وهنا نسيت اقولكوا شوية قرفة عشان الزفار. انا بحب القرفة في الحاجات اللي بتتنقع دي. وده كان الفيديو بتاعنا سهل وبسيط. مع السلامة، شوفوا فيديو